بقول عشوائيات، بقول الشعب المصري لو نزلنا وما لقاش اكل هيبقى مشكله مش مشكله طبعا. فاكر انت الرئيس السادات لما قال انتفاضه الحراميه؟ لان الناس نزلت لا لقت لا عيش ولا لقت اكل ولا رز ولا بتاع عشان الشروط بتاعت صندوق النقد الدولي، فالناس هاجت وبالتالي في مشكله. ايوه في يعني هل انت احساسك بان ده ممكن يحصل بنفس المستوى ده مره ثانيه، ولا اللي هذه المعونات وهذا الدعم اللي احيانا بيجي من بره من بعض الدول العربيه ممكن يعني يحمي مصر من ان هي تنزلق الى هذا المنحنى الخطير؟ يأجل المرحله. يأجل. لان مفيش اقتصاد بيقوم على لا المنح ولا المعونات ولا التسهيلات ولا القروض. الاقتصاد في اي دوله في العالم بيقوم بقى بعمل ولاد الدوله، بسواعد وجهد ولاد الدوله. طب يا دكتور، هل احنا دلوقتي محتاجين نمشي في انهي اتجاه؟ محتاجين نمشي في روشته سياسيه ولا روشته اقتصاديه ولا اقتصاديه سياسيه؟ اقول احنا كان عندنا مشكله صغيره بعد الثوره، كان الكل بيتكلم في السياسه لان السياسه سهل الكلام فيها. ما حدش كان بيتكلم طبعا في الاقتصاد، عايز نظريات وخبرات وتراكم معرفي، فما حدش يتكلم في الاقتصاد. فالمشكله ان بقت الناس تتنافس في السياسه. وبقول دايما ايه يا اخويا العزيز، بقول ان الثوره زي المواطن. المواطن السوي بيمشي برجلين قد بعض. الثوره بتمشي برضه برجلين قد بعض، رجل السياسه ورجل الاقتصاد. لو واحد عنده رجل اقصر شويه هيزك، لو ما عندوش رجل وبيمشي برجل واحده هيتكعبل. حلو المثل ده. الثوره مشيت برجل واحده، هي رجل السياسه فكعبلت. صحيح. عشان كده احنا وصلنا للمرحله دي. المشكله الاكبر من دي بقى ان انا بقول لك لو في حلول ما اقلقش، انما المشكله ان الحكومه الحاليه ما عندهاش حلول، ما عندهاش رؤيه، ما عندهاش خبره، ما عندهاش كفاءات، ما عندهاش قدره على الاداره. هي دي المشكله. صحيح. وعشان كده المشكله بتتفاقم. يعني ايه؟ يعني الحكومه تصورت ان عندها مشكله في ايه؟ في عمله اجنبيه وعمله محليه. عمله اجنبيه راح تاخد قرض من الصندوق النقدي الدولي اللي هيفتح لها الباب بعد 84/10 انها تاخد 14.5 مليار اخرى من دول ومؤسسات اخرى. طب وبعدين لما اخد 14.5 و4.8 وانا عندي دلوقتي 36، مين اللي هيسدد الفلوس امتى وازاي؟ مشكله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي اللي قدم الحقيقه رؤيه فيها